السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى جميع الصديقات والاصدقاء يكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بقصه جديده لسائق الطاكسي اللي طلع مع عائله ديال الجن. نتمنى انكم ديروا اشتراك لهاد القناه واعجاب، ديروا لي زياد ديالكم، شدوا شي بلايصه خاويه، جيبوا معاكم شي دكه ديالكم وتصنتوا لهاد قصه الرعب زوينه بزاف. هذه قصة واقعية طرات للسائق ديال الطاكسي. هاد مول الطاكسي تيعاود لينا تيقول لينا بلا ركبت معايا عائلة ديال الجن. احداث كالتالي: واحد نهار كانوا الكيران دايرين اضراب على غلاء ديال الوقود، ليسانس والمازوت. كانوا دايرين اضراب. كيعاود هاد مول الطاكسي قالك كان راجع لدارهم عند وليداتو ومرتو، كيتلاقى بواحد العائلة كتبان فيهم ناس نقيين ودراوش، كيبانو ناس عاديين. هاد العائلة كتتكون من ام وجوج طفلات والاب ديالهم. تيعاود السائق الطاكسي تيقول باللي بقاو فيه، قال لهم في غادين، قالوا لي غادين للعطاوية، قال لهم واخا طلعوا. هو مطلعهم على اساس انه بغا يدير فيهم غير خير، لانه كان اصلا راجع هو الدار عند وليداتو ومرتو يبات تما في امان. ولكن احداث ما استقرتش هنا. طرا واحد المشكل لداك السيد مول الطاكسي، خلاه مسكين كيعاني مدة عامين وباقي مازال تيعاني من هاد الشي هذا. تيقول باللي ركب معاه هاد العائلة اللي كتكون من ام وجوج طفلات والاب ديالهم. قالوا لي بغينا نمشيو للعطاوية، المهم ركبهم، تفاهم معهم على الثمن، غادي بيهم في الطريق واحد مدة ديال نص ساعة. هنا كان كلشي مزيان. كان مول الطاكسي طلق الراديو وكان طلق فيه شوية القرآن. دوك الناس فحال شمئزو من القرآن، ما كيشوف فيهم مول الطاكسي من المرايا اللي حداه، كيبانوا لي فحال مزيرين. داك العيالات اللور تما جوج دريات امهم مزيرين والاب حتى هو مزير، حيت كانوا كيدويو معاه في واحد الموضوع، ومني هو سال الموضوع وشعل داك القرآن. هنا همايا بحال قلتي اشمئزوا من داك القرآن، ما بغاوش، بقاو ساكتين وكيشوفوا في مول الطاكسي واحد الشوفه غريبه. مول الطاكسي هنا تيقول بالله راه كيشوف في واحد الشوفه غريبه. انا ما فهمتش علاش بقاو كيشوفوا في ديك الشوفه غريبه وانا بديت كنردد مع القرآن. قال لك هما زادوا عاوتاني كرهوني بحال ما حملونيش، كنشوفهم بحال باغيين يقتلوني، كلهم تيشوفوا فيا. واللي دخل لي الشك هو انهم ما رمشوش ولو جزء من الثانيه. تيشوفوا فيه واحد اللقطة وهما غاديين شي ما بين الساعة حتى 45 دقيقة ديال الطريق. غادي يقول لي الاب ديالهم شوف السيدي، بغيتك توقفني هنا، راه غادي ندي واحد الامانة للعائلة ديالي وغنجي عندك دابا، عطيني واحد القسمين وانا غنجي عندك. مول الطاكسي بقى كيشوف فيه، قال ليه زعما كاين بلا انك انت غتخلي الدريات بناتك هنا ومرتك. قال لي ماشي مشكل، انا دابا غادي نجي عندهم نكملوا الطريق ونمشيو. قال لي يا سيدي ما علينا، سير يا سيدي، خدي الغرض دير مالين الدار سيدي كشي بغيت دير لهم. ناض مشى الاب ديالهم، دا معاه واحد الميكا ما عرفش شنو فيها. المهم ديك الميكا كحله وباهته شويه، ما عرفش شنو فيها، داها معاه. بقات مرتو وبناتو. انا بديت كندي معاهم ونجيب معاهم في الهضره، هما سكتوا واحد اللقطه وبقاو تيشوفوا فيا. انا ما عرفتش، مني انا كندوي معاهم هما سكتوا، ما بقاوش يجاوبوني وخلاوني كندوي بوحدي. انا ملي شفت راسي كندوي بوحدي اضطريت على انني نسكت وانا خدمت الراديو. هما بقاو كيشوفوا فيا. واحد اللقطه
هنايا ما فهمت والو، هنا عرقت ما فهمت والو. كنشوف في المرايا عندي كيبانوا لي البلايص تبدلوا. الدريه كانت الوسط جات على اليمين، وما اللي كانت على اليمين جات الوسط. كيفاش داروا ليها الله اعلم. انا هنا خفت، عرفت راسي. انا ملي شفت هاد البلان قدامي عرقت ما فهمت والو. دماغي بدا كيدور 180 درجه، ما عرفتش شنو صاري، اشنو انا اللي مركب معايا. شويه باند ليها المهم بحال جبديت شي حاجه كنت تاكل فيها. عندها واحد الماكله غريبه، بحال كنت تاكل بالزربه وكنت تاكل بحال الماكله ديال القنيه، كتندغ بالزربه بالزربه بالزربه. كنقول اش كتاكل هادي؟ بحال جبديت شي بحال داكشي اللي كيميكال تقريبا بحال ديال النفحه صغيره وبديت كتجبد منها الماكله وكتاكل. ما عطات لي بنات لا والو. بقيت كنسول فيهم بحال هكا وانا قلت ليها لا قلت ليها واش هاد الراجل ما راجل كيتعطل ولا ما غيجيش؟ انا ما عرفتش شنو كاين. هي ما جاوبتنيش، بقات كتشوف فيا وما جاوبتنيش. دازت تقريبا شي ثلث ساعه، الراجل ما بانش، باقي ما جاش. الراجل دار معايا غير قسمين ربع ساعه، داز اكثر من ثلث ساعه الراجل باقي ما جاش. واحد اللقطه غتقول لي البنت الصغيره قالت لي اسيدي. قلت لها نعم بنتي. قالت لي راه داك الراجل بابا اللي مشى راه ما غير جاش. قالت لي بواحد الطريقه غريبه. انا خفت، لحمي بورش، ما عرفش شنو كيطرا وشكون هما دوك الناس. واحد اللقطه انا بقيت كنشوف في ديك المرايه، قلت بلا ما نبقى نشوف فيهم لربما هادو راه ماشي بشر. خفت انا، دماغي ولا كيدور وخفت وكنحس بالسكر بحال غيطيح ليا، ولا كتبان لي غير الضبابه بكثره الخلعه. واحد اللقطه شكون فيهم اللي غتحط عليا يديها على كتفي؟ ملي غتحط يديها على كتفي انا الدوره اللي غادي ندور الام ديالهم بحال بزقت ليا على وجهي، بزقت ليا بحال دفلت ليا على وجهي. انا منين جاتني ديك الدفله على الوجه تما نظر مشى ليا نظر، ما بقيت كنشوف والو لان النظر مشى ليا. انا منين نزلت ديخ ما عرفتش اش كندير، غادي نحل الباب باش نجري عليهم ما كنلقى والو. رجليا فشلو، ما كنلقى حتى واحد فيهم، حتى وحده فيهم ما لقيتها. رجليا فشلو، كندور جيت الشانطي بحال هكا كنشوف ما كنلقى حتى شي حاجه، ما كاينينش. برات عليهم الارض دوك الناس بحال تشقات الارض وداتهم. ما نكذبش عليكم، طحت في الارض بقيت نبكي 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 نبكي، ما شعرتش ديك الدموع تبداو كينزلوا بحال الله حفظني. وانا راني عرفتهم بالله راه ماشي من عالم الانس. هذوك الناس حسيت بهم بانهم ماشي من عالم الانس، لان داك الطريقه باش كانوا كيديروا، باش كانوا كيدويو كيفاش تقلبوا ليا تما في الطاكسي، قلبوا البلايص، ما فهمت والو. يعني ما يمكنش هادشي، انا ما يمكنش هادشي اللي شفت. بقيت نبكي نبكي، طلعت بالخلعه ديماري الطاكسي ديالي وانا كسيريت، ما بقيتش هضرت، شديت الطريق بقيت مكسيري 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 توصلت حدا واحد البراج ديال الشرطه. عاودت لهم اش كاين، قالوا لي سير عليك الامان. قالوا لي الشرطه سير عليك الامان. مني وصلت للمدينه ودخلت قربت لداري، قال لي العساس مالك؟ شافني العساس اللي كيعس على الدار ديالي، قال لي اودي مالك شتك لونك مخطوف وجهك صفر. قلت لي ماشي هو هذاك اللي مولف كنشوف. قلت لها ودي اش نقول لك كاين؟ قلت لها ودي اش غادي نقول لك، اشنو طراليا واشنو طراليا واشنو طراليا. تخيل معايا وانا كنعاود ليه شنو طراليا وشنو طراليا، كنتفاجئ بان هادوك العائله قاطعين من الجانب اللي جيت الشانطي وديزينو كيشوفوا فيا. مني انا كيشوفوا فيا هنا ما عرفتش شنو طرا. المهم فاش حليت عيني لقيت راسي في السبيطار. حليت عيني لقيت حدايا الطبيب والعائله ديالي. يعني هنا تم اغمي علي مني شفت داك المنظر. ما عرفش اشنو طرات ديك الليله، ولحد الساعه ما لقيتش فسير. كندور على الدروقات، كنشرب الدواء ديال المرض الاكتئاب والنفسي. الحمد لله دابا وليت شويه. هاد الحادثه دازت عليه تقريبا شي عامين ونص. المهم دابا الحمد لله واخا مازال كنعاني، انما دابا الحمد لله راني استرجعت الصحه ديالي الحمد لله، وبديت كنتقبل شويه داك الموقف اللي طرا ليا. المهم كانت هذه القصه الاخوان،
والاخوات، كنتمنى تعجبكم ودعموني بواحد اشتراك واعجاب، وشكرا لكم. الى ان شاء الله قصة قادمة ان شاء الله.